لو الحاجات العاديه برضو موجوده في الصيدليه. انا دلوقتي ايزيس دي من الشركات برضو اللي واخده ترخيص وزاره الصحه، ومنتجاتها واخده ترخيص من وزاره الصحه كمكمل غذائي. اعشاب ايزيس ليمون وجنزبيل. طبعا الليمون والجنزبيل ده حلو ان هو بيرفع المناعه. الليمون فيتامين سي، الجنزبيل من المواد المضاده للاكسده. الجنزبيل يعني يفضل لو مريض انا باخد اسبرين اطفال او مريض باخد سيوله ما اخدوش، لان الجنزبيل بيزود تاثير السيوله. لكن لو انا اي مريض عادي يقدر، اي انسان عادي يقدر ياخده. من الحاجات الكويسه. المريض اللي بياخد السيوله لا، يفضل ما ياخدوش. يبقى انا لو جالي برد، جالي رشح، انفلونزا، باخد الليمون جنزبيل مره او مرتين في اليوم. طيب ايه اللي موجود معايا تاني للكحه؟ التيلو من المواد اللي هي بتهدي الجهاز العصبي، وقصدي الجهاز التنفسي، الصدر، تقلل الكحه، مواد طبيعيه، مذيب للبلغم، موسع للشعب، طارد للبلغم، من النباتات الكويسه جدا وداخله في ادويه كحه كتير. التيلو اقدر استخدمها مره او مرتين الى 3 في اليوم. طيب طبعا اليانسون معروف برضو بالنسبه للصدر وكمهدئ ويساعد على النوم، من الحاجات المتوفره في الصيدليه. طيب الكركديه السخن بقدر اخده ليه؟ انا لو مريض عندي الضغط بواظب عليه، مضاد للاكسده كويس، بيخفض لي الناس. طبعا مش بوقف دواء الضغط ولا يغني عن دواء الضغط، لكن هو بيساعد مع مريض الضغط ان هو بيقلل بسيط، وفي نفس الوقت مضاد للاكسده. طيب بالنسبه الحلبه موجوده. الحلبه معروفه انها مطهر لمجرى البول، من المواد الكويسه، وفي نفس الوقت لو انا الام مرضعه اقدر اخده بالنسبه عشان ازود ادرار اللبن. طيب بالنسبه النعناع مع مرضى اللي هي بيبقى عندها حموضه او ارتجاع لا يفضل اخد النعناع، لكن النعناع باخده بالنسبه لاي حد مش عنده ارتجاع او مش عنده الحموضه. باخده بالنسبه للمغص، للانتفاخ، مهدئ وماده كويسه للمغص والانتفاخ للمعده والنعناع. طيب اخر حاجه البقدونس والكرفس. البقدونس والكرفس من المواد اللي هي اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. بتشيل الميه زياده، بس دي مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع بس. يفضل مرتين في الاسبوع عشان ما يقلش الضغط معي. دي بقى بخرج الميه الزياده. لو انا عندي املاح بخرج بقى، بتخلص من السموم. فيها ماده البوتاسيوم، ومفيد للقلب، ومفيد لمجرى البول، ومن مضادات الاكسده. ومن اهم ميزه فيه ان هو بيخرج الميه المحبوسه، وبعض الناس بتستخدمه للتخسيس. تحياتي، ونرحب طبعا باي استفسارات. لو في اي كومنت سيبوها لي في تحت في التعليقات والكومنت. اي حاجات تحبوا تسالوا عليها في الصيدليه بنرحب بيها. تحياتي لحضراتكم.